يا مساء الخيرات. الفقرة المنتظرة النخبة المصرية. كلمت مع حضراتكم يعني كذا، يعني كنا عاملين 3 حلقات تقريبا على النخبة في مصر، وكلمت في واحدة منهم على السيد الأستاذ الإعلامي العظيم نشأت الديهي لما طلع يتكلم وقال تمسك بهويتك يا مصري، وإن أنت مصري، وإن إحنا الأمة المصرية والكلام ده كله. ولكن عشان أنا ما بحبش أطول على حضراتكم كتير، هو في آخر الفيديو أو في آخر الحلقة أو في آخر المقطع اللي كان بيتكلم فيه على الهوية المصرية هو برضو قال ولكن ده ليس معناه ان انا بتنصل من عروبتي او من العروبة او هو برضو شايف ان في مجال ان احنا عرب مش مصريين، ولكن ان تأتي متأخرا خير من ان لا تأتي. وفكرة ان يبقى بنتكلم حاليا على الامة المصرية والهوية المصرية دي حاجة احنا ما كناش بنسمعها، يمكن من سنتين ما كناش بنسمع كلمة أمة مصرية دي تقريبا من حد من الإعلاميين. ولكن أستاذ نشأت الديهي طلع اتكلم على إعلامي تاني، هو ما قالش اسمه، مش عارفة هو بيتكلم على مين الحقيقة. قال إن في إعلامي طلع قال إن الإعلاميين المصريين بيكرهوا السوريين أو بيكرهوا الرئيس السوري أو بيكرهوا، فالسيد نشأت الديهي طلع يدافع عن الإعلام المصري. امبارح حد من الإعلاميين الكبار بيتكلم بيجامل حد مشغله، فبيقول ان الاعلام المصري بيكره سوريا. لا والله حضرتك تجهل ما تقول. ربما جاءتك تعليمات ان تقول هذا، لكن والله بالله تالله نحن لا نكره سوريا. اذا كنا متحفظين على نظام الجولاني لان احنا عندنا خبره بهؤلاء القادمون من معسكرات الاسلام السياسي، احنا عارفينهم شفناهم، عندنا خبره، فخايفين متحفظين وبنقول ربنا يوفقهم. يعني انا متحفظ وبقول ربنا يوفقهم. الدوله المصريه قد تبدو متحفظه في الانخراط مع سوريا لاسباب منطقيه واقعيه بتراها الدوله المصريه، لا احد يجبر الدوله المصريه على فعل ما لا تراه. ادافع هنا فقط عن الاعلام المصري الذي انتسب اليه متشرفا. وبقول تاني، نحن في مصر والاعلام المصري بيقف منضبطا محبا بكل الدول العربيه، محبا لكل الدول العربيه، يتمنى الخير لكل الدول العربيه، لا يخطئ ولا يتطاول ولا يسب اي دوله عربيه، معاذ الله. ما هكذا تربينا وما هكذا تسير الامور. لكن يخرج احد الاعلاميين، انا اسف، ما بيشتغلش في محطه مصريه، ويقول انه الاعلام المصري بيكره سوريا. لا، انت غلطان، انت مش فاهم، انت مش عارف، انت بتقول اي كلام، انت بتعمل فتنه غير صحيح. اتحدى، انا هنا في هذا المكان بتكلم على سوريا بقالي 10 سنين، عمري ما غلطت في الشعب السوري. طيب يا استاذ نشأت، يعني جميل قوي الكلام اللي حضرتك بتقوله. طبعا احنا مش ناسيين لما حضرتك كنت بتدعم قوي، يعني بتدعم السوريين في مصر، لما طلعت قلت اشتغل زي السوري، بيشتغل احسن منك، بيشتغل اكتر منك، اتعب زيه. كل ده احنا مش ناسيينه برضو لحضرتك. فاحنا عارفين انت قد ايه بتدعم السوريين في كل حتة يعني، ولكن بتزعل بس ايه زي ما الحاجات الصغيرة او الحاجات اللي بتحصل لما يكون في حد بقى بيشتم في مصر، حد مش عارفة ايه، فدي حضرتك بتتكلم على الشرذمة دي، بتتكلم على الناس النوتي دول. لكن فيما عدا ذلك السوريين حلوين. طب حضرتك بس ايه، يوميا بنسمع وبنشوف فيديوهات من السوريين. انا مش هتكلم ان احنا بنحبهم او بنكرههم، بس هو مش منطقي ان احنا نرد على مثل هذه الاشكال. ترى لو ما حجر الرشيد لاقوه كنتوا لهلا قاعدين عم تصفنوا فيها. فبما انه انتوا عم تتباهوا بالفراعنه، احنا اسيادكم، توج راسكم، احنا تيجان على راسكم. ترى الهكسوس حكموكم ب 1700 قبل الميلاد، وقبل ما نجي نحن كنتوا تفلحوا على حمير زيكم. يعني ما عندكم حمير فانتوا تفلحوا على حالكم. السوري عرفكم على الخيل، فالخيل الأصيلة اللي بمصر هي شامية. احنا أسيادكم، تاج راسكم. اعتقد ان ده منطقي جدا. النهارده احنا في شفت برضو يعني الاستاذ نشأت الديهي برضو كان بيتكلم، احنا يعني عايزين وحده سوريا وعايزين الخير لسوريا وعايزين يا سيدي ربنا يكتب الخير للجميع. يعني احنا يعني شعب ما بيتمناش حاجه وحشه لحد، اعتقد يعني، وان كان فينا فئه قليله كده يعني سودة من جوه، فاكيد مش كلنا كده. احنا عايزين الخير للناس كلها، بس ابعدوا عننا. ولكن كان في برضو يعني تويته كده فايرالت قوي، يعني انتشرت قوي على اكس كده، من ناشط مصري كان بيتكلم متى يرضى المصريين عن السوريين. قال بقى وحدة سوريا وانتخابات ديمقراطية والجيش السوري وتفاصيل تفاصيل تفاصيل، وان اخر حاجة قالها ان السوريين اللي موجودين في مصر يتكلوا على الله، يروحوا على سوريا.
الحقيقة هنا وأنا كمواطن مصري عادي جدا، أنا شايفة إن أنا لو سوري وبسمع الكلام ده أو بقرأ الكلام ده، معلش أنا آسفة جدا هقول مع إنك مرضيت عني، ترضى عني ليه يعني؟ وبعدين انت بتتدخل في وحده سوريا ليه؟ هم راضيين. يبقى في انتخابات ديمقراطيه ليه؟ ما هم راضيين. الرئيس بتاعهم هم راضيين، الشعب بتاعه هو راضي، هم راضيين يا جماعه، هم راضيين. ولكن ده كله انا اللي يهمني اخر حاجه ان اللي موجودين في مصر وانتفى سبب اللجوء يتكلوا على الله يروحوا على سوريا فقط. انا لا ما يهمنيش اي حاجه تانية. الحاجه التانية لما بنيجي نعلق على مثلا زياره زي زياره الرئيس السوري، احنا ما كناش بنعلق عليه عشان الجولان يفرق معانا او احنا دايما بنعلق على الحاجه اللي قد يكون او في تاثيرات ليها. وقلنا اتكلمنا كتير على ان اصلا الجولاني ده كان بيدعم الخروج على الجيش المصري، وان هو كان بيدعم الاخوان، وشايفين انه شايف ان هم غلطانين ان هم ما طلعوش على الجيش المصري. ده غير طبعا الشبيحه اللي موجودين عنده اللي بيهددوا مصر كل يوم والتاني. طبعا هم ادوهم قلمين كده لموا نفسهم، لان يعني معلش يعني انتوا بعيد قوي عن مصر فمش هتعرفوا يعني تتنططوا علينا. ناهيكم عن اللجان الكتير بقى، كتير قوي 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 بقى من ناحيتين من دولة ما والسوريين. شتيمه ليل ونهار في المصريين، شتيمه ليل ونهار. فاحنا لما بنعلق مثلا على حاجه زي الزياره دي، كان في نقطه معينه اتكلمنا عن ممكن ان يبقى في تقليل للتواجد الروسي في سوريا، وان روسيا كانت حابه ان هي تنتقل الى ليبيا حفتر مش ليبيا الدبيبه، وده ليه تاثير مباشر على مصر. ده اللي احنا اتكلمنا فيه لان الموضوع متشابك جدا. حفتر حليف للامارات وللدعم السريع، روسيا داعمه لحفتر وداعمه لحميدتي الدعم السريع. يعني المواضيع متشابكه. فاحنا لما بنتكلم على حاجه مش بنتكلم عشان سواد عينيك ولا عشان فارقين معانا ولا عشان اسرائيل واخده 3/4 البلد والربع لتركيا وحته قصد وحته السويداء والساحل السوري وانه بيقطعوا في بعض والكلام ده كله. لا خالص، الموضوع ده ما يفرقش معانا خالص. احنا بنتكلم ايه؟ ان الاوان اللي موجودين عندنا في مصر يتكلوا على الله يروحوا على سوريا. دي حاجه ما تزعلش حد ابدا. المانيا بتعمل كده، السويد بتعمل كده، الدنمارك بتعمل كده، تركيا بتعمل كده، ليبيا بتعمل كده، كل دول العالم بتعمل كده. فالحقيقه انا مش فاهمه ليه السيد نشأت الديهي بينفي عن نفسه الحب والكره. الحب والكره ده مش موجود في السياسه، وانا قلت قبل كده لحضراتكم كتير ايه السياسه ما فيهاش حبيبي واخويا واشقاء والكلام ده كله. السياسه فيها مصلحتي ومصلحتك. فانا النهارده لما اجي اتكلم على نظام ارهابي يحكمه ارهابي، انا كده بشرعن ان اي حد في يوم من الايام لبس حزام ناسف ولفه على وسطه كده في يوم من الايام يبقى رئيس دوله ويحكمها، وانا المفروض احط ايدي في ايده اهلا وسهلا وعلاقات وسياسه والكلام ده كله واتناسى ماضيه الاسود. الارهابي هيفضل ارهابي. فكره بقى شرعنه الارهاب وشرعنه الارهابيين ان هم في يوم من الايام ان هم يحكموا دول، هو زيه زي اي ميليشيا اللي ما اتقالش عليه يعني بيحكم حاجه، زيه زي اي ميليشيا. الميليشيات شايفين حزب الله، الحوثي، حماس، شايفين عاملين ايه في كل يعني من الاماكن اللي هم فيها. فده باختصار يا استاذ نشأت، هي الموضوع ما فيهوش حب وكره، احنا مش هنحب فيهم يعني. الفكره ان كل واحد ومصلحته، ومصلحتك ان انت ترجع بلدك تشوف الاستثمارات العظيمه اللي عندك، ومصلحتي ان انا بلدي تفوق شويه من الاعداد العظيمه اللي موجوده فيها. لان كمان على الناحيه التانية في حدودنا الجنوبيه في حمله من السودانيين ان هم متضايقين ان رجع التجنيد الاجباري. بيقولوا ان في مطالبات دوليه بوقف هذا، لان دي الحرب دي هم مالهمش فيها، دي حرب مصالح ما بين الجيش السوداني وما بين حميدتي الدعم السريع وما مالهم. ففي رجع تاني التجنيد الاجباري في السودان. طب النهارده وفي دعوات على فكره لتجنيد الستات في السودان، في دعوات يعني ان هم يشاركوا في الجيش وكده من باب مشاركه النساء. دي ما اسمهاش مشاركه. في كتير عندنا في مصر، فيما يقارب كتير يعني، عندنا 10 مليون سوداني موجود في مصر، قول 8 عشان بتزعلوا. الاعداد دي كلها في شباب زي الفل قاعدين على القهاوي، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير. ناس كبار، اطفال، ليهم عذرهم، لكن الشباب اللي قاعد يعني ده ايه يعني، وزعلانين قوي من التجنيد الاجباري. احنا لينا حق يعني، احنا كمان كمواطنين مصريين نقول كفايه كده وكل واحد يدافع عن بلده، ولا ايه؟ ولا احنا كده نبقى غلطانين؟
المهم كان من ضمن برضو النخبة اللي ليهم اتنين ليهم تصريحين، خالد صالح الصحفي خالد صالح ومعتز عبد الفتاح الاعلامي والصحفي معتز عبد الفتاح. خالد صالح كان بيتكلم على ان فرعونيته ما تلغيش عروبته، وان عروبته لا تضاد بينها وبين جذوره الفرعونيه. ايه عروبتك؟ يعني ما انت البني ادم ليه هويه واحده، البني ادم ليه هويه واحده، والله العظيم ليه هويه واحده. انت هويتك مصريه عربي الهوى، مسيحي او مسلم الديانه، يعني هنفضل نقول في الكلام ده كتير، لكن واضح ان النخبه عندنا لسه مش واصل لهم هم مصريين. الله الوكيل انتم مصريين، والله العظيم مصريين. كان التصريح التاني كان معتز عبد الفتاح الصحفي معتز عبد الفتاح كان بيتكلم ان الشرع عمل زي السادات. احمد الشرع عمل زي الرئيس الراحل البطل محمد انور السادات. قال لك عمل زيه ايه بقى؟ ان هو اختار ان هو ايه، بدل ما يحارب والكلام ده كله، او اختار ان هو ينضم للاقوى. فاحمد الشرع انضم للقوى الاقليميه او انضم للاقوى. تشبيه بعيد قوي 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 يا استاذ معتز جدا. انت بتشبه واحد زي الراحل ربنا يرحمه ويحسن اليه ويجعل مسواه الجنه السادات باحمد الشرع، ويعني مقارنه لا تجوز. انت بتقارن ما بين واحد حارب وانتصر وبعد كده عمل معاهدة سلام، اللي كتير من الناس اللي يعني انا مش شايفاهم غير عرر يعني بيعايرونا بيها، ولكن يعني ما احنا ما فيش حاجة غلط. يعني الله يرحمه طلع صح، الرئيس السادات صح، ودلوقتي كل حاجة بتحصل حوالينا صح، ودي مش حاجة احنا بننكرها ولا حاجة حاسين انها يعني الخزي ولا عار والكلام ده كله. لا، في معاهدة سلام عادي جدا، مفيش اي مشكلة. فحضرتك بتشبه واحد عمل معاهدة سلام منتصرا واسترد أراضيه، وبعديه يعني الرئيس مبارك الله يرحمه بأحمد الشرع اللي بلده كلها مركوبة، وتقول إن زي ما ده في تحالفات ده في تحالفات. يعني بصراحة يعني مقارنة مخزية ولا تليق بالرئيس السادات الله يرحمه. خليني كده يا أستاذ معتز أقول لك رأي إعلامي سوري مقرب من الكيان وزار الكيان أكتر من مرة، رأيه إيه في الجولاني؟ زيارة من الباب الخلفي، يعني شيء حدث تاريخي كان تاريخي فيه الأساسي هو أنه بحياتها ما صارت أنه رئيس يفوتون من الباب الخلفي. الأسباب كتير، أنه في عندك 10,000 أمريكي فقدوا أولادهم، وفي شيء 20-30 ألف فقدوا أعضاء وفقدوا جرحوا وكذا وإلى آخره. هدول فقدوهم بحرب العراق وأفغانستان مع القاعدة. كيف بدك تجيب واحد كان شغال مع القاعدة وكان مبايع القاعدة تجيب تفوتوا على البيت الأبيض وتستقبلوه؟ فبيخسر ترامب شعبيته كتير، يعني حسبوا له بيخسر 5 نقط على الأقل من شعبيته إذا طلعت الصور فيها صورته هو عم يصافح الشرع أو مستقبله بالبيت الأبيض. كانت يعني بيعتبروها يعني ستحدث، يعني ممكن تحدث احتجاجات على مستوى الشارع، لأنه الشعب متضايق كثير من ترامب. ومن فترة قامت مظاهرات 200-300 مظاهرة سوا طلعت، فكان خايف ترامب مرعوب، يستعر يخاف يخشى، منع الإعلام كله يفوت ولا خبر. يعني وسائل الإعلام محلية، إذا الأمريكي ما بيهتم باللي بصير بوسائل الإعلام هديك اللي برا، بيهتم بوسائل الاعلام محليه. اذا طلع على وسائل الاعلام محليه فستحدث مشكله لترامب. لهالسبب قرر انه يستقبله سرا. اظن حضرتك سمعت ده راي واحد منهم، يعني منهم فيهم، ودايما الواحد بيحب يسمع ايه يعني يعني من نفس من بني جلدتهم يعني. فده يتشبه بالرئيس السادات، يعني اظن عيب قوي وسقطه. مش المفروض ان احنا يعني نقع وقعه زي دي ونشبه الرئيس السادات باحمد الشرع. يعني قال لك امريكا زي ما فكر الرئيس السادات. طب انت امريكا عايزه مني ايه؟ غير ان احنا بنلاقي يعني، لان النخبه عندنا زي ما بقول لحضراتكم ان احنا بنلاقي دلوقتي بنشوف تبعات تصريح الفنان وعضو مجلس الشيوخ ياسر جلال. الاخوه الجزائريين مالكم ايه يا جماعه؟ ما بالراحه شويه، ما صدقتوا ركبتوا على الموضوع. واش المصاروه عادي، عاوناكم وراه المشكل كيعاوناكم، ولا كي المصاروة يعاونوا الجزائريين وكي الجزائريين يعاونوا المصاروة لا ما قدرتوش تهضموها هادية. سبحان الله يا
مصر حاليا راهي قايمة على هذاك اللي عرضوه في حفل تسليم الجوائز وكذا المصري هذاك، حكى لهم حكاية انه الصاعقة الجزائرية قامت بإنقاذ المصريين في الحرب أكتوبر، الله أعلم في حرب أكتوبر. المصريين قال لك كيفاش الجزائريين يعاونونا، مصاروا ما يموتوش يا حنا كي المصريين يعاونوا الجزائر عادي، ومصر أم الدنيا وكذا والحكاية هذه. تحكي الجزائريين رسلت جنودها وضحاوا لتما، ماتوا بزاف عباد لتما، وساعدتهم المساعدة المادية والمساعدة تاني البشرية. قال لك لا لازم هذا البنادم نحاوزوه ونحبسوه ونوقفوه، وراو يزيف في التاريخ ويزيف في الحقائق نعم، تاريخ والارشيف كاين. سلام. الجزائريين ما صدقوا ركبوا على الموضوع، ويعني بيدعموا ياسر جلال وبيدعموا السرديه اللي قالها ياسر جلال والحدوته اللي قالها ياسر جلال بشكل غريب جدا. زي ما حضراتكم سمعتوا ان هو طالع بيتكلم، يعني اللي ما فهمش الجزائري، ان احنا ساعدناكم وانتوا ساعدتونا، انتوا تساعدوا الجزائريين لكن احنا نقول ان انتوا احنا ساعدناكم لا، كما لو كانت الروايه حقيقيه. هذا ما كنا نتحدث فيه، ده اللي كنا بنقول عليه والله، ان احنا هنقعد اجيال قادمه نحلف يمين ثلاثه ان الاستاذ ياسر جلال طلع واعتذر وقال ان المعلومه بتاعت بابا وماما وطنطه وخالته ما كانتش حقيقيه، او يعني حصل خلط ما محدش هيصدقنا. زي نافورة جدة كده، نافورة جدة احنا مش عارفين يعني نعمل ايه. طيب هي دي يعني هي دي النخبة دي النخبة العظيمة اللي موجودة عندنا. اخر حاجة عايزة اقول لحضراتكم عليها، ويمكن دي بقى تحديدا ناس كتير ممكن يكونوا شافوها، ولكن انا بالصدفة لقيت حد بعتها لي امبارح، يعني فيديو الفرقة بتاعت الدبكة من قلب متحف الحضارة بيرقصوا على عهدي على ديني دم فلسطيني. من متحف الحضارة. فزي ما حضراتكم شفتوا كده، انا ما كنت شفت الفيديو ده، ولما سألت ايه ده امتى ده وعلى فكرة هو الفيديو حتى كاتبين المتحف المصري، ده مش المتحف المصري يعني، انا عارفة ده متحف الحضارة. فلما سألت قالوا الفيديو ده من شهر، والناس دخلوا في التعليقات ولدرجة ان هم قفلوا التعليقات. وعندي تساؤل والله العظيم للمسؤولين، ايه الغرض ان انا اجيب دبكة في متحف الحضارة او اي متحف مصري؟ ايه الغرض؟ ايه الهدف؟ ايه النتيجة؟ يعني اي حاجة، اي سبب من الاسباب. الحقيقة انا رغم ان الفيديو قديم، بس انا معرفش يعني، بتهيألي انا اول مرة اشوفه الحقيقة، يعني رغم ان يمكن من كتر الاحداث، من كتر حاجات كتير قوي كده. وانا بعتذر ان الحقيقة بالمناسبة يعني ان انا الفترة دي مش قادرة يعني في ظروف كده انا ما بقدرش اشوف كل الرسائل او اشوف كل اللي مبعوث بقى فيسبوك تيك توك، يعني ما بقدرش اشوفه قوي، ما بقدرش اتابع قوي على السوشيال ميديا الفترة دي. ففي حاجات بتتبعت انا ما بشوفهاش، يمكن ده منهم يعني، جايز مش عارفة. لكن انا بصراحة اتحرق دمي، يعني ليه دبكة في متحف الحضارة؟ دي حاجة أنا ما فهمتهاش. يعني أتمنى إن الأماكن دي مصرية، هوية مصرية بتاعتنا احنا يا جماعة. هاتوا حاجة تعبر عن التراث المصري، الهوية المصرية، الحضارة المصرية. أرجوكوا بلاش نجامل على حساب نفسنا، يعني بلاش نجامل ونجيب دبكة ونجيب مش عارفة إيه والكلام ده كله علشان يعني عشان نجامل الأشقاء، عشان نهون عليهم الغربة. أرجوكوا جاملوا في حاجات تانية، احنا بنتعب في الموضوع ده وهنتعب قدام بسبب الموضوع ده. حاجة تانية برضو، ان المصادفات اللي لقيت حد بعتها لي النهاردة، يعني بعتها لي حاجة بتقولي خبر، فلقيت الخبر بيقول رابطة اللاجئين السوريين في أكتوبر. هل ده قانوني؟ قانونا ما ينفعش يتعمل اي جمعية او رابطة زي فاكرين رابطة الدروز لأي حد من جنسية اجنبي، يعني ما ينفعش قانونا، ما ينفعش. هل ده قانوني؟ الرابطة السوريين دي قانونية؟ اكيد طبعا مش قانونية. فيعني عايزين نشوف يشوف الحاجات دي ويتحقق منها، ونشوف ايه الوضع بتاع رابطة السوريين اللاجئين السوريين والمسؤولين. بالله عليكم حس بيا، حس بيك ربنا. بلاش موضوع الدبكة في المتحف خلوها مصري. احنا يعني بنفحت في الصخر، لسه في ناس كتير مش مقتنعة انهم مصريين، بيقول لك عروبتي لا تتنافى مع فرعونيتي، وفرعونيتي مش مع عروبتي، واحنا بنحبكم واحنا العرب واحنا.
ربنا يهدي الجميع. عشان برضو ما اطولش على حضراتكم، خلينا زي ما بنقولها دايما، ربنا يحفظ مصر وجيشها ويحفظكم ويسعدكم يا رب. أرضي وأنا حر فيها، ولا تلومن إلا أنفسكم